السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير دايما يا رب. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على سنة جديدة. يا رب تكونوا دايما يا رب بألف خير وبصحة وسلامة. عايزة اقول لك لو اول مرة تشوفي قناتي ادخلي كده خدي لفة فيها، ولو عجبتك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وكمان تعملي لايك حلو زيك وكومنت حلو زيك. هنعمل بقى مع بعض النهاردة اللحمة اللي هي الشرايح. هنعملها بطريقة حلوة قوي 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 وسهلة جدا، وكمان مش هتاخد مننا وقت. اسفه طبعا على صوتي لاني بردانه جدا. هي اللي هنحتاجها اللحمه، وكمان فلفل اسود وملح، بس كده. ده كل اللي احنا هنحتاجه في وصفتنا. وطبعا دي كده ممكن تقدمي جنبيها يعني اي حاجه بقى تحبيها. انا هقدم جنبيها مكرونه حلوه جدا وسهله وسريعه وما بتاخدش وقت، فاهميني يعني. طبعا انا باخد كده كل شريحه وبحط عليها الملح والفلفل من ناحيتين. عايزه اقول لكم لو عندكم اطفال بلاش تحطوا فلفل، نكتفي بالملح بس، لان الفلفل الاسود ده بيبقى حامي، فلو طفل بنعمله بالملح بس. هاخد بقى كل شرايح اللحمه. طبعا اللحمه مغسوله كويس ومتصفيه من دمها كويس. طبعا لو هنلاقي شويه دم او حاجه فهي اللحمه بتفضل تنزل دمها كده، ما نقلقش خالص عادي، بس اهم حاجه انك تكوني غسليها كويس. دلوقتي هاخد طاسه او اي حاجه ما بتلزقش عموما، وهحط في قلبيها قطعه من الزبده، وتكون سخنه جدا يعني يكون سخن جدا، واجي بقى عاطيه اللحمه صدمه زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان هي ايه يعني ما تنزلش دمها بقى او ما تنزلش ميه بس. واول لما تاخد صدمه من الناحيه دي اديها برضو صدمه من الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين كده، وبخلي النار عاليه عادي عليها، ممكن هديها سنه يعني. على فكره الطريقه دي والله حلوه قوي وهتعجبكم جدا، وانا بسيبها لحد ما تتحمر خالص بالشكل ده. تقريبا ما بتاخدش 5 دقايق او 10 دقايق يعني كلها على بعضها النص كيلو من اللحمه دولت ما اخدوش مني 10 دقايق سوا كاملين. عايزه اقول لكم عاملين ايه في احوالنا واحوال البلد والجو الجو يعني احنا في اسكندريه المفروض الجو زي دلوقتي كان بيبقى تلج. احنا ما عندناش شتاء ولا حتى الجو يعني سقع مثلا، لا الجو حلو لحد دلوقتي، فربنا يستر بقى من الايام الجايه يعني. بص اللحمه بتتشد بكل سهوله يعني استوت و مش اللي هي بتشد، لا استوت حلوه طريه وناعمه. دلوقتي طبعا الراعي الرسمي في الشتاء البرتقال. الوصفه دي حلوه جدا للاطفال. انا باخد الجزر دوت بسلقه كويس جدا قوي، وبقطع البرتقال زي ما انتوا شايفينه، وبعمل بيه عصير بيبقى حلو قوي قوي قوي. وكمان للاطفال، خصوصا للاطفال بيبقى حلو قوي، والكبار برضو يعني مش هكذب، هو كمان للكبار احنا بنشربوه بيبقى والله حلو يعني مش حاجه وحشه. طبعا انتوا عارفين ان البرتقال كتير اصلا في الشتاء، فعيشوا بيه بقى. زي ما انتوا شايفين بقى قطعت كل كمية البرتقال اللي كانت عندي، وحطيت عليها الجزر اللي كان مسلوق، وبزود الجزر حبة حبة يعني. انا حطيت اصلا الكمية كلها بس زودتها حبة حبة، حتى انتوا هتلاقوا بعد شوية اللون بتاع العصير ده بقى زي ما انتوا شايفين كده، بقى لونه بقى يعني برتقالي اكتر من الاول. بس صفيته كويس. انا دلوقتي كل ده ما حطيتش يا جماعة سكر، انا بضربه الاول كويس وبصفيه، وبعدين بقى بحط السكر. يعني لو تقدروا تشربوه كده يبقى احسن، لو مش هتقدروا ضيفوا سكر بس مش كتير، ده طبعا يستحسن. يعني لما تضيفوا سكر يبقى مش ياما، بيبقى احلى بصراحه.
تمام. بعد كده انا نزلت بالليل اشتريت شويه مشتريات كده وانا جايه من عند مامة محمد. اشتريت شويه مشتريات من بيت الجمله. ايه دوت يا جماعه عامل 16 وربع، 16 وربع. جبت كمان الشوكولاته بتاعت دريم دي الخام. طبعا في دارك وفي اللي هي ديت اللي هي غامق اكسترا، فانا مش عارفه الصراحه الفرق ما بينهم، فربنا يستر يعني. فانا جبت ديت ب 32. تمام. جبت الجبنه ديت اهيت اللي هي الجبنه الكيري الطبيعي. جبنه كيري طبيعي يا جماعه، حلوه جدا. انا بصراحه بجيبها بناكلوها يعني فطار غدا كده، ممكن اعمل كمان منها الحلويات، بتبقى حلوه جدا. ديت ب 19 ونص، ده ربع كيلو بالظبط، 285 جرام. جبت الكان دي ب5.75. طبعا هي بره الواحده ب6 جنيه، فانا جبت 2 اهو. اللبن بخيره ده انا بحبه جدا في القهوه وكمان في الحلويات، يعني الصراحه طعمه مميز كده، فانا بحب يعني اجيبه على طول. الكيس انا بجيبه الكيس من بره النص ب11 جنيه، هنا الكيس الواحد النص ب10 ونص، ب10 ونص. جبت كيسين. تمام. جبت بقى بيض، جايبه بالظبط، جايبه 5 بيضات عشان هعمل بس بيهم حاجه حلوه. فال5 بيضات اللي هو الاحمر ده ب12 ونص. كاكاو الخام دي يا جماعه بقت ب20، اللي هي الكاكاو الخام دي تقريبا يعني ب23 جنيه. كمان شويه فانيليا وبيكنج باودر وكده. هي دي كل الحاجات اللي انا جبتها، بس انا قلت بس اشارككم الحاجات اللي انا جبتها بالاسعار بتاعتها عشان تبقوا عارفين يعني. لما تنزلوا تجيبوا حاجه يا جماعه خلي بالكم كمان ان فتح الله بيكتب سعر، او البيت الجمله، انا جايبهم من بيت الجمله. بيت الجمله بيكتب سعر وعلى الكاشير بيبقى سعر تاني، ومش اول مره تحصل معايا يعني. بس يا حبايبي ما تنسوش تعملوا باللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم جدا.